السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. أي حاجة ربنا بيقولها لنا وعد الله حق، بتحصل يعني بتحصل. ولئن شكرتم لأزيدنكم، بتشكروا ربنا بيزيدكم. طب أنا بعمل كده مش بيحصل معايا حاجة، هو أنت عملتها بالطريقة الصح؟ هو احنا عملناها بالطريقة الصح؟ أي شكر كده لا، لازم أبقى حساه، لازم يبقى من هنا، لازم ابقى ممتنه لكل امر في حياتي ربنا سبحانه وتعالى عطاهولي. لازم. طيب في تمرين بقى كده، اعمل كده ازاي؟ لازم اجيب ورقه وقلم واكتب فيها عشان افكر نفسي، يدخل موضوع قلبي وعقلي، افكر نفسي بنعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى اللي انا فيها. انا ممتنه بكل شيء انا موجوده فيه وحواليا وحاصل لي. انا ممتنه ان انا الحمد لله صحتي كويسه، الحمد لله يعني ربنا كرمني بزوج، ربنا كرمني بشغل، ربنا كرمني. لازم اقعد اكتب كده، اكتب فوق كده الامتنان، واكتب كذا وكذا 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 وكذا، وعد واكتب. ليه؟ عشان تحس، عشان تقدروا تحسوا بنعم ربنا سبحانه وتعالى. لما تشوفوا كده ياه اللهم لك الحمد والشكر، هو ده الشكر، هو ده الشكر، ان انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى من قلبي. اللهم لك الحمد والشكر، ابقى حاسه وممتنه وشعره بكل قيمه كل حاجه عندي في حياتي. ده مش هيحصل غير ايه؟ بالتمرين. عايزين نتمرن، نجيب ورقه وقلم ونكتب فوق الامتنان، ونكتب الحاجات الكتير اللي عندنا في حياتنا الحلوه اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. وما تنسوش شكر النعمه بالحفاظ عليها، عشان اشكر النعمه اللي عندي احافظ عليها. نعمه الصحه لازم احافظ على صحتي، نعمه الاولاد لازم احافظ على اولادي، لازم اديهم من وقتي، لازم اقرا في موضوع التربيه عشان اقدر ان انا اديهم كويس، وان انا اتعامل معاهم كويس، وهكذا.